السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. 51 مليار دولار هيحلوا الأزمة عندنا في مصر. إيه الحكاية؟ امبارح والنهاردة انعقد في مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. تم الاتفاق أو تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، ما يعادل 51 مليار دولار، اللي هم ايه 40 مليار يورو. دي هتكون استثمارات تم توقيع اتفاقيات بشأنها بين الجانب الأوروبي والجانب المصري، ومعظمها هتكون مصانع وشركات في مجال الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وخلافه. 7.4 مليار يورو، دي منها 5 مليار التفنيطة بتاعتهم، يعني 5 مليار يورو دي حزمة تمويلية ميسرة لمصر، فايدة بسيطة منخفضة، وفي نفس الوقت السداد هيكون على فترة لا تقل عن 20 سنة وفقا للبيان اللي طلع. أول مليار يورو هناخده من ال5 مليار دول هيكون في النصف الثاني من 2024 اللي احنا فيه، وال4 مليار التانيين هناخدهم لحد 2027. ده الجزء الخاص بالقروض الميسرة، ال5 مليار. كده فاضل 2.4 مليار يورو، منهم 1.8 مليار يورو دي استثمارات أوروبية في مصر، والباقي اللي هم ال 600 مليون يورو دي منح لا ترد، دي منحة من أوروبا لمصر لا ترد، منهم 200 مليون منحة خاصة بالهجرة، ملف الهجرة يعني. دي التفنيطة بتاعتهم، إجماليهم 47.4 مليار يورو، ما يعادل 51 مليون دولار. يحلوا الأزمة ولا ما يحلوش؟ نرجع كده للخلف. 35 مليار يورو دخلوا من أوروبا الفترة اللي فاتت بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة. حلوا الأزمة عندنا؟ حلوا وما حلوش، ده وجهة نظري. إزاي حلوا وما حلوش؟ حلوا لأن الفلوس بتاع رأس الحكمة دي، أيا كان بقى حضرتك مختلف معايا بتقول لي لا ده بيع، ده مش استثمار، لك يعني مطلق الحرية ورأيك احترم، لكن في الآخر في 35 مليار دولار دخلوا، 24 دخلوا مباشر من الإمارات، وال11 مليار دولار الوديعة اللي كان هنا وتم التنازل عنها وخدوا مقابلها جنيه مصري، يبقى كده 35 مليار دولار. حلوا الأزمة؟ الله عظيم والعزة بالله. حلوا الأزمة ولا ما حلوش؟ ثبتوا لك الدولار، ثبتوا لك سعر الدولار، طبعا بعد الارتفاعات الكتيره او التعويمات الكتيره اللي حصلت في البنك، ووصل لحد ما وصل ل 50 جنيه او 50 او 51 تقريبا، وتراجع ثم ارتفع وتراجع لحد ما استقر حاليا في رينج 48 جنيه. الفلوس دي لو ما دخلتش كان الدولار رايح في سكه ثانيه خالص، كان مكمل كتير في السوق السوداء. سيبك بقى من الارقام اللي كانت موجوده في البنك دي، كلنا شفنا في السوق السوداء كان بكام وفي البنك كان بكام. فهو هنا ثبت لك سعر الدولار. لكن بالنسبة للأسعار، لا، الأسعار زي ما هي، يعني الأسعار ما اختلفتش. الدولار نزل من 70 في السوق السوداء ولا 71 لحد 48، والأسعار أسعار السلع في منها ارتفع، في منها أسعار ارتفعت، بدل ما تتراجع ارتفعت، وبالتالي احنا لسه مش حاسين بده، احنا كمواطنين مش حاسين بده. اي نعم ثبت السعر، واي نعم الفلوس دي لو ما دخلتش كان الدولار هيطير في السوق السوداء، وطبعا رجال الاعمال والمنتجين والتجار وخلافه هيضربوا الاسعار في الضعف والضعفين. لكن في الاول وفي الاخر المفروض احنا كنا منتظرين حاجتين: اولا الاسعار تنخفض لان الدولار كان رجل الاعمال بيحاسبك على انه بيجيب الدولار من السوق السوداء ب 70 جنيه وبيعمل تحوط كمان وبتاع، كان بيوصلوا لك ل 100 جنيه ولا حاجه، دلوقتي ب 48 جنيه في البنك، وحتى لو هيجيبوا من السوق السوداء هيجيبوا بنفس السعر. الاسعار ما نزلتش. تاني حاجه وفره المعروض، وده بقى الازمه الكبيره. ليه ازمه كبيره؟ وهربطها لك دلوقتي بصفقه راس الحكمه وال 51 مليون دولار. ال 35 مليار دولار بتوع راس الحكمه دخلوا، فالمفروض ان انت دلوقتي عندك احتياطي في البنك المركزي فوق ال 46 مليار دولار. كويس جدا، هايل. طيب امال ازمه او الازمات اللي عندنا الخاصه بالاسعار وعدم توافر كثير من السلع وقطع الكهرباء، ورئيس الوزراء يطلع يقول لك احنا ما عندناش
ازمه في محطات الكهرباء، احنا عندنا ازمه في تدبير الدولار اللي هنجيب بيه المازوت والغاز اللي هنشغل بيه المحطات. ازاي؟ امال الفلوس دي كلها راحت فين؟ ال 46 مليار دولار دول، وكل شويه الاحتياطي زاد الاحتياطي زاد الاحتياطي زاد، محوشينهم لايه؟ الكلام هنا كان واضح، الكلام هنا كان واضح من وزير الماليه في مداخله مع الاعلاميه لميس الحديدي. قال لها احنا دلوقتي عندنا وفره في الدولار والازمه اتحولت للجنيه، ما عندناش جنيه. ما عندناش جنيه. ازاي يا فندم؟ قال لها وزاره البترول ووزاره الكهرباء كل واحده فيهم بتقول لك احنا بنخسر. وزاره البترول بتقول لك انا بشتري المنتج البترول ده، بشتريه وببيعه بخساره 225 مليار جنيه. ده دعم، يعني هي بتبيع الغاز لوزاره الكهرباء، ده اللي هي وزاره البترول بتبيع الغاز لوزاره الكهرباء ب 3 دولار، ووزاره البترول نفسها بتشتريه بقى ب 4 ب 5 هي ونصيبها حسب الاسعار العالميه. فانا بخسر كده 225 مليار جنيه. وزاره الكهرباء بتقول لك انا بدعم الكهرباء ب 130 مليار جنيه. فاحنا كده العائد او الايراد اكتر بكتير من المصروفات. لو صرفت مليار بيجي لي مثلا نص مليار، فانا كده بخسر. وبالتالي ده تصريحات برضه وزير الماليه. قال لك لما بيروح حد منهم سواء وزاره البترول او وزاره الكهرباء للبنك المركزي ويقول له انا عايز 300 مليون دولار في الشهر عشان نحل ازمه الكهرباء والكهرباء ما تقطعش، يقول له عينيا موجودين، طبعا موجودين، ده انا عندي 46 مليار احتياطي، 46 مليار دولار. طيب اتفضل 300 مليون دولار، هات بقى ما يعادلهم جنيه مصري، اضرب بقى 300 مليون دولار في 48 جنيه مصري يساوي كام؟ يساوي كذا مليار جنيه مصري. هات يا وزير البترول او وزير الكهرباء يقول له ما انا معيش حضرتك، اصل انا بدعم الكهرباء وبدعم البترول وبخسر. يقول له طب وانا مالي؟ يسحب ايده تاني محافظ البنك المركزي يقول له لا مش هديك بقى، عايز تاخد ال 300 مليون دولار كل شهر عشان تحل الازمه والكهرباء ما تقطعش، اديني ما يعادلهم. طيب كلامك ده معناه ايه يا وزير الماليه؟ معناه ان احنا لازم نخفض الدعم على البترول ونخفض الدعم على الكهرباء. كلام واضح اهو. طيب لو خفضت بقى، ده سؤال انا، لو خفضت هتخفض قد ايه؟ هل هتلغي الدعم مره واحده؟ تصريحات او بعض التصريحات نازله ان الحكومه اجلت زياده اسعار الكهرباء لشهر سبتمبر. طيب وفقا لتصريحاتك يا وزير الماليه حضرتك بتقول ان وزاره البترول الدعم اللي بتقدمه لوزاره البترول لمنتجاتها 225 مليار، ووزاره الكهرباء 130 مليار، يبقى كده 355 مليار جنيه، اسف مليار جنيه. 225 مليار جنيه لوزاره البترول ده دعم، ووزاره الكهرباء بتدعم منتجها او الكهرباء ب 130 مليار جنيه، يبقى 355 مليار جنيه. خليك هتخفض الدعم الفتره اللي جايه 50 مليار، انا ما اعرفش انت هتخفضه كام، 50 مليار 30 مليار، لا خليه 50 مليار 55 مليار. ما هي في ازمه، هي برضه في ازمه 300 مليار جنيه. فوزاره البترول برضه هتقول لك ما انا معيش، انا كده بخسر 200 مليار جنيه. لو انت شلت مثلا يعني زودت اسعار البترول والغاز والبنزين وخلافه ما يعادل 25 مليار جنيه، فكده يبقى عندها ازمه في 200 مليار جنيه. ووزاره الكهرباء بتدعم بكام؟ ب 130، هتخلي الدعم ده مثلا 110 بس، يبقى شلت 20. خليك يا سيدي شلت من الاثنين 55، كده برضه الازمه هي. هيجيبوا الدولار منين؟ من البنك المركزي. هيجيبوه ازاي؟ ما معهمش الجنيه اللي يروحوا يشتروا بيه الدولار. هنا بقى الازمه، هل هتطبع فلوس يا محافظ البنك المركزي؟ الحكومه هنا هتطبع فلوس عشان تدي لنفسها فتروح للبنك المركزي؟ طب ما انت لو طبعت فلوس التضخم هيزيد وهنقعد نلف في نفس اللفه، ولو التضخم زاد الدولار هيزيد، فترجع الازمه من الجنيه للدولار. هتتحل ازاي دي؟ عشان كده بقول ال 51 مليار دولار اللي اعلن عنهم او تم الاعلان عنهم في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، لو اتنفذوا ال 7.4 مليار او يورو اللي هم ما يعادلوا 8 مليار دولار الخاصين بالقروض والمنح، اكيد دي هتتنفذ يعني. لكن ال 40 مليار يورو التانيين اللي هم ما يعادلوا تقريبا 43 مليار دولار استثمارات، هل هيتنفذوا ولا مش هيتنفذوا؟ الغريب النهارده واللي فرحني في نفس الوقت ان شركه موبيكو، دي شركه حكوميه مصريه، وقعت من ضمن الاتفاقيات الخاصه بال 40 مليار يورو دول، وقعت اتفاقيه مع شركه نرويجيه عشان يعملوا مصنع للامونيا الخضراء في مصر، وشركه قادره الصناعات الكيماويه معاهم. ليه فرحني الموضوع ده؟ لان شركه موبيكو دي لسه من يومين ثلاثه اعلنت عن ايقاف كل مصانعها لان ما عندهاش غاز، ما فيش غاز. فان تيجي شركه اجنبيه توقع معاها اتفاقيه بالشكل ده، يبقى اكيد الاجانب دول شايفين حاجه احنا مش شايفينها، شايفين ان الازمه هتعدي
جايز نرجع تاني لكلمه رئيس الوزراء اللي قالها من كام شهر، عابره والى زوال. يمكن تتحقق المره دي وتبقى الازمه عابره والى زوال. نتمنى الخير لمصر والمصريين، وتقبلوا تحياتي. سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.